السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، مرحبا بكم. نبدأ نشرتنا من إسبانيا، حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعب الفريق الأول خلال تدريبات البلوغرانا تحضيرا لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا الأحد المقبل ضمن مباريات الليغا. وقال النادي الكتالوني في بيان مقتضب هذا الصباح عبر موقعه الرسمي: في التدريبات تعرض اللاعب جيرارد ديليفو لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى. وتابع بيان البلوغرانا: من المتوقع أن يغيب المهاجم ديليفيو من 7 أيام إلى 10 أيام، وسوف يكون اللاعب بهذه الإصابة غائبا عن المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو لا كورونيا، وسيكون موضع مشاركته في الكلاسيكو الأسبوع القادم أمام ريال مدريد محل شك كذلك. وشارك ديليفيو في عدة مراكز مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث لعب كمهاجم ثاني وأيضا في مركز صانع الألعاب. ودائما في إسبانيا، وفي خبر يثلج صدور عشاق البارسا، أعلن دييغو سيميوني في حوار نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية هذا الصباح أنه لن يمانع أبدا في رحيل أنطوان غريزمان إلى برشلونة إذا جاءه وأخبره بأنه يريد اللعب في فريق آخر، ويقصد هنا الفريق الكتالوني. سيميوني أكد أنه لم يقف في طريق أرض توران أو دييغو كوستا أو غيرهم من اللاعبين عندما طلبوا ذلك، وأنه يريد فقط تدريب اللاعبين الراغبين في البقاء والإيمان بمشروعه. لذلك فإن رحيل غريزمان بات وشيكا في الصيف المقبل. ونظرا لرغبة اللاعب التي عبر عنها مؤخرا في مؤتمر صحفي، فإن غادر الأتليتي فوجهته ستكون نحو الكامب نو. نهاية النشرة، إلى اللقاء.